ايام قليله وهنبتدي سنه دراسيه جديده. الوقت ده كل سنه دايما بيبقى فيه، انت عارف، تحدي بقى وضغوط في البيت، كل واحد عنده اهداف كده ايه محضرها عايز يحققها فعلا. والحقيقه دايما اولياء الامور انا بشوف ان هم دايما بيبقوا مضغوطين هم والولاد، عايزين يلحقوا بقى الطلبات يعني كله في وقت واحد. الحقيقه انا قعدت افكر ايه اللي هنتكلم فيه عن بدايه العام الدراسي الجديد. كل الناس دايما بتتكلم عن تنظيم الوقت والاكل الصحي علشان ولادنا، كويس جدا، بس الحقيقه ان انا لقيت ان انا لو هكلمكم النهارده عن الموضوع ده هزود عليكم الضغط، وانا هدفي نخف الضغط شويه ونغير طريقه تفكيرنا لبدايه العام الدراسي دي. عايزه طريقه التفكير تكون شويه مفيده واقعيه، نهدي شويه من الضغط والتوتر علينا وعلى اولادنا. طبعا ازاي نعرف نستعد كمان. ايوه، يعني خلي بالك في مشكله كبيره جدا، كله بيستعد للعالم الدراسي كأن العيد داخل علينا وهيروح يشتري لبس جديد. بالظبط كده. تلاقي بقى كل المحلات بقى بتستعد فعلا، شنط مدرسيه، كشاكيل، اقلام، دفاتر. هي الحقيقه ليها فرحه، خلي بالك. بس يعني بيبقوا كله مضغوط بجد، كله بيبقى يعني مضغوط، يعني حتى البيت نفسه بيبقى مضغوط ماديا كمان ومعنويا. مع ان كل حاجه هتحصل وهتيجي وهنبتدي وهنبتدي ندخل في الروتين زي كل سنه عادي جدا. بس انت قلتي نقطه حلوه جدا، حته الاستعداد النفسي. بالظبط. ليه دايما الطالب كل سنه بيخش نفسيا مش كويس؟ يعني تحسي كده يقول المدرسه هتبدا بكره، يا ساتر يا رب، ليه كده؟ ما هو ده بقى اللي انا عايزه نتكلم فيه، او ده هدفنا بصراحه النهارده. انا عايزه اقول يا جماعه خلونا ناخدها ان احنا ازاي هنخلي الطالب او ابننا ده مستعد ذهنيا صح ونفسيا. مش لازم يكون درجات وعايز اجيب ايه السنه دي وعايز ادخل ايه ولا، ولو ما جبتش في الامتحان مش عارفه ايه، ولو ما طلعتش الاول ايه. لا، هو مش ضروري. انا عايزه نركز على المهارات الاول، احدد هدفي انا عايز ايه، انا بتعلم ليه، اعلمه كده. انا بدخل مدرسه ليه، هتعلم ايه الثقافه اللي هتزودني لشخصي بعيد عن الدرجات والمجموع والسباق اللي بيهد نفسيه ولادنا الحقيقه وبيهدنا احنا كمان معاهم. اعتقد دي تهيئه تخلينا كاولياء امور واولادنا نبدا عام دراسي جديد بشكل مختلف، والاختلاف في طريقه التفكير، وبالتالي هيساعدنا على الهدوء ومن غير شدة أعصاب وتوتر. بالظبط كده، يبقى الاختلاف في طريقة التفكير، وأضف إلى ذلك التحضير. يعني هي هنا اتكلمت عن حاجة ممتازة جدا. للأسف احنا بنتحضر للعام الدراسي من ناحية الموارد أو الحاجات المطلوبة لدخول الطالب أو الابن للدراسة، لكن ما بنحضرش الشخص نفسه او الطالب نفسه وبنهيئه لده. طيب ده عشان يحصل ده معتمد على حاجتين مهمين جدا. اول حاجة طبعا دور المنظومة التعليمية او دور المدرسة. مش هنقول طبعا المنظومة التعليمية كاملة لان دي ليها ادوار اكبر من كده بكتير، ولكن دور المدرسة نفسها عليها دور كبير جدا. ازاي تحببك فيها وازاي تشدك لانك تبدأ معاهم موسم دراسي جديد، تبدأ سواء معاك بفعاليات مختلفة او بحاجات تشد الطالب، بأنشطة معينة. الطرق كتيرة جدا، دي طبعا متوقفة على المدرسة او الجامعة او المكان اللي بيدرس فيه، لان احنا بنتكلم عن العام الدراسي بشكل عام، ما بنتكلمش عن فئة او سنة دراسية معينة. وطبعا الدور التاني او العامل المهم جدا بيقف بقى على ايه؟ على البيت. وطبعا البيت لو اتكلمنا عن قصة البيت يبقى اكتر واحد لازم هيفيدكوا فيه طبعا هنا. لا، ما احنا قلنا البيت بقى زي ما قلنا لازم يساعد انه يغير طريقه التفكير. انا ببص للدراسه ازاي وابني او بنتي لازم يشوفوا الدراسه ازاي. بالظبط. الحاجه الثانيه انا عايزه اتكلم فيها يا كريم ومهمه برضو في الادارات او المدارس، بلاش الضغط بقى على اولياء الامور والولاد في طلبات والدروس الخصوصيه اغلبها مش واقعيه. صح. يعني طلبات او السبلايرز زي ما بيقولوا، خلينا في الواقع واللي هستخدمه فعلا، لان بالزبط. بجد احنا في وقت يعني في غنى عن الضغوط، الحاجات الزياده اللي ملهاش داعي في الاخر. كمان الانديه لو في نشاطات او في تمارين الولاد بيروحوها برضو مطلوب من الانديه دي. يا جماعه الرياضه مهمه جدا جدا طبعا تمشي مع الدراسه،
لكن برضو راعوا ان الطالب ده او اولياء الامور عندهم حياه، فبرضو جدولنا يبقى مناسب مع الحياه الطبيعيه، نكون فما متعاونين. نبقاش برضو ضاغطين عليهم مع الدراسه، عشان نقدر نعدي سنه دراسيه كده هاديه، وعملنا انشطتنا الرياضيه وبرضو تفوقنا فيها بدون ضغط عصبي، لان ده بيأثر على الولاد الحقيقه. اخد من كلامك بقى انه هنا في مشكله كبيره جدا بيقع فيها الطالب، الا وهو حته تنظيم الوقت. هروح المدرسه وهرجع النادي وعندي درس والقصص دي كلها، وهاكل امتى وهشرب امتى وهنام امتى وهدي وقت لنفسي امتى. وخلوا بالكم انه يدي نفسه وقت يرفه بيه عن نفسه، ده مهم جدا، لان ده اللي بيخليه يعمل تجديد للطاقة كده، فيقدر يستقبل المعلومات الجديدة، فيقدر يتعامل مع بقية العام الدراسي بشكل عام. وهنا طبعا في حاجة مهمة جدا لازم نتكلم عنها. طبعا في كتير مقبلين السنة دي على ثانوية عامة بطبيعة الحال، دول لازم نتكلم معاهم شوية كده بجدية. الموضوع سهل، انت بتذاكر وبتعمل اللي عليك وبتنظم وقتك طبعا، وبتتوكل على ربنا سبحانه وتعالى. صابت يبقى كل مجهودك كان مظبوط، في نظرك ما صابتش، لا اعرف ان هي صابت بس بشكل تاني، او ربنا كاتب لك حاجة تانية، فهي كده كده صابت. ولكن الفكرة بمقدار المجهود اللي انت بتأديه بتصيب على قدره بشكل معين او بنتيجة معينة. وطبعا لازم نعرف انه في معلومة قوية جدا او جملة مهمة جدا بتقول لك ايه بقى. اسمع الجملة دي كويس جدا، هتفهم انت ليه لازم تذاكر وليه لازم تتعب وليه لازم تذوق المر في الاول. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك قاوم ما تكره لتصل الى ما تحب. انا حابب اقفل طبعا موضوعنا بالجملة دي، لانه ده مهم جدا